أحداث القصة بتبدأ من الفضاء. جوه سفينة شحن مسافرين في رحلة روتينية لنقل أخطر المجرمين، وكان بينهم مجرم سفاح اسمه ريديك، والكل كان في حالة ثبات. لكن السفينة بتخبط في حطام فضائي بيمزق أجزائها وبيموت القائد فورا. المنظمة كارولين بتحاول تمسك القيادة مع الحارس جونز، لكن جاذبية كوكب مجهول بتسحب السفينة وبتفتتها. كارولين حاولت تفصل كبسولة المساجين عشان توازن المركبة، بس جوينينج بيمنعها بالسلاح، وبتتحطم السفينة في هبوط عنيف. بعد ما الغبار يهدى والناجين يفوقوا، جونز بيروح يفحص زنزانة ريديك، فيتفاجأ انه اختفى. وفجأة بيطلع له ريديك ويحاول يخنقه، بس جونز بيلحق نفسه ويسيطر عليه ويربطه. وفي نفس الوقت كارولين بتلاقي راكب مصاب بسيخ حديد في جسمه، ولما تكتشف ضياع الإسعافات بتنهي حياته برحمة عشان تخلصه من ألمه. الناجين بيخرجوا للجو الخارجي، وجونز بيكرر ان ريديك مجرم خطير ومستحيل يفكوه. لكن ريديك بيعمل حركة مجنونة ويخلع المفصلين بتوع كتافه عشان يلف دراعاته ويفلت من السلاسل ويهرب. جونز بيشوف السلاسل فاضية فيؤمر الكل بتجهيز السلاح وحماية المؤن، وهنا بيكتشفوا ان الكوكب عليه 3 شموس. جونز بيدي مسدس لزاك ويؤمره يقتله لو شافه، بدون ما يدروا ان ريديك باصص عليهم ورصدهم. الفريق بيمشي للغابة وبيتفاجئوا بمقبرة ضخمة لعظام كائنات عملاقة. جونز بيفتش بين الهياكل بحثا عن ريديك، واللي كان مستخبي جوه قفص صدري ومعاه سلاح من العظم. بس ريديك بيفضل انه ما يهاجمهمش ويسيبهم يمشوا، وهم بيكملوا طريقهم بيلاقوا بقايا محطة ابحاث قديمة وفيها سفينة صغيرة. في المعسكر راكب بيفوق ومش فاهم حاجة، فزاك بيترعب ويقتله بالنار ظنا انه ريديك، والضحك ان ريديك الحقيقي كان قاعد يتفرج عليهم ببرود تحت مظلة. زاك بيروح يدفن القتيل، وفي الحفرة بيلاحظ جحر غريب، وفجأة بيطلع كائن مرعب من الجحر ويشد زاك لجوه ويقضي عليه. جيدي بتسمع ضرب النار وتلاقي دم وزميلها اختفى، ولما تشوف ريديك واقف قريب بتفتكره القاتل. ريديك بيبدأ يجري، بس جونز بيطلع له ويخبطه في الأرض وينزع نظارته الخاصة، فبتتشوش رؤيته وما بيقدرش يقاوم، وبيربطوه من جديد في السفينة. كارولين بتروح تستجوبه، فريديك بيفهمها انهم مرعوبين من الشخص الغلط، ولما بتقرب بتلاحظ عينيه بتلمع في الظلمة. الطفل الصغير بيسأله عن سر عينيه، فريديك بيوضح له بضحكة انه عمل جراحة نادرة في السجن عشان ينور رؤيته في العتمة. بعدها ريديك بيحذر كارولين وبيقول لها انا قتلت كتير، بس زاك ما جتش جنبه. القاتل الحقيقي كائن مرعب طليق بره، وهو ده اللي المفروض تخافوا منه مش انا. بعد اللي حصل كارولين بتخرج مع المجموعة وبيقرروا ينزلوا الحفرة يفتشوا عن جثة زاك عشان يتأكدوا من كلام ريديك. كارولين بتتربط بحبل وتنزل جوه نفق ضيق تحت الأرض، وبتبدأ تسحب في الضلمة لغاية ما بتوصل لمكان مجوف مليان فتحات غريبة، وفجأة بتلاقي رجل زاك المقطوعة مرمية على الأرض. هنا بتظهر كائنات مرعبة وبتفضل تلف حواليها في الضلمة، فكارولين بتترعب وتصرخ لزمايلها يشدوا الحبل بسرعة، والشباب بيلحقوا يعملوا الفتحة ويشدوها لفوق قبل ما الوحوش تاكلها. الحبل بيفضل يتشد بقوة من تحت الأرض، فجونز بيمسك السكينة ويقطعه فورا. كارولين بتاخد نفسها وتأكد للكل إن الكائنات دي هي اللي قضت على زاك، وريديك بريء. جونز بيكتشف إنهم محتاجين مهارات ريديك، فيروح يفك قيوده، بس ريديك بيبدأ يتشرط عليه ويقول له لما نفكك هتفضل تحت أمري ونصلح السفينة ونرجع سوا الأرض. فريديك بيبص له ببرود وبيستفزه ويقول له اقتلني أحسن، لأن لو خرجت هقتلك. لكن جونز ما بيمشيش ورا استفزازه ويضرب نار على الكلبشات ويديله نضارته، وفي ثانية ريديك بيخطف السلاح من إيد جونز ويهدده بيه ويقول له عايزك تفتكر اللحظة دي كويس. وبعدها بيرمي السلاح على الأرض ويمشي بروقان. الجميع بيبدأوا يلموا حاجتهم وينقلوا أجهزة الطاقة للسفينة الجديدة اللي لقوها. في المجموعة بيلقوا مية وبيفرحوا جدا، والولد الصغير كين بيفضل ماشي ورا ريديك ويقلده في كل حاجة، لدرجة إنه حلق أقرع ولابس نظارة شبهه. لما بيوصلوا المحطة الفضائية المهجورة، كارولين بتستغرب وتسأل ليه أصحاب المحطة سابوا سفينتهم وأدواتهم ومشيوا. فريديك بيدخل في الكلام ويسخر منهم ويقول لهم هم ما سابوش الكوكب ولا حاجة، الوحوش دي كلتهم كلهم وما فضلش منهم حد. في الوقت ده عبد الله بيسأل عن ابنه علي، فريديك بيبعته لغرفة الحفر. علي كان هناك لوحده وفتح باب السقف بالغلط، فتخرج عليه أسراب ضخمة من الطيور المتوحشة اللي بتكره ضوء الشمس وتسد المكان. علي بيبدأ يصرخ ويركض لغرفة تانية ويقفل الباب، بس بيكتشف إنه حبس نفسه مع كائن وأشد رعبا. ريديك بيكسر القفل ويدخله، والطيور بتطير وتنزل جوه الحفر عشان تستخبى من الشمس. عبد الله بيدور على ابنه فيتفاجأ بجثته اللي اتحولت لهيكل عظمي، فيدفنوه ويصلوا عليه. جونز بيرمي شعلة مضيئة جوه الحفرة وبيشوف هياكل بشرية كتير لأصحاب المحطة القدام. وهنا كارولين بتلاقي أوراق قديمة مكتوب فيها تاريخ من 22 سنة، ولما تفحص مجسم الكواكب بتكتشف إن كل 22 سنة بيحصل كسوف كلي للشموس ال3، والكسوف ده ميعاده دلوقتي، وده معناه إن الضلمة هتعم الكوكب والوحوش المظلمة هتطلع من تحت الأرض وتاكلهم كلهم. بعد الكشف المرعب ده جونز بيقعد مع كارولين ويحكي لها ازاي ريديك هرب زمان من سجن كوكب تاني وسرق سفينة وقتل القائد وكل الركاب ويحذرها منه. جونز بيقترح خطة خبيثة، نديله أمان مزيف ونخليه ينقل معانا الطاقة للسفينة الجديدة، وقبل ما نتحرك نقتله أو نسيبه هنا ونمشي. لكن كارولين
كارولين بترفض الخيانة دي وبتأكد له إن ريديك ما كذبش عليهم وما قتلش حد منهم. جونز بيخرج ويلاقي ريديك قاعد جنب السفينة بيحلق شعره بسكينة عظم بكل برود. كارولين بتكون في مركز القيادة فيطلع لها ريديك فجأة ويقول لها غريبة إنكم بتنقلوا الطاقة في السر بعيد عني، أكيد جونز حكى ليكي قصتي ومراقبك مني. وبعدها ريديك بيفتح عينها على حقيقة جونز ويقولها إنه مش ضابط ولا شريف زي ما ادعى، ده مجرد مرتزق وصياد جوايز بيطارده عشان الفلوس وكمان بيتعاطى مخدرات. وبيقول لها اسأليه مين اللي غرس سيخ الحديد في صدر زميلك اللي مات بين ايديكي. كارولين بتروح تفتش أمتعة جونز وبتتفاجأ بوجود كمية مخدرات ضخمة معاه، ولما تواجهه بيكذب ويهري في الكلام فبتسيبه وهي فاقدة الثقة فيه تماما. في اللحظة دي الكسوف الكلي بيبدأ والشمس بتختفي بالتدريج وتظلم الدنيا. الفريق بيركب العربية بسرعة ويروحوا للسفينة القديمة يجيبوا مصادر الطاقة، بس أثناء عودتهم العربية بتعطل وفجأة بتسود الضلمة تماما وتطلع أصوات مرعبة. الكل بيجري يستخبى جوه حاوية كبيرة بس جيدي وريديك ما بيلحقوش يوصلوا. جيدي بتتخض وتجري فالكائنات بتهجم عليها وتقطعها قدام عين الكل، بينما ريديك بيفضل ثابت في مكانه بذكاء والكائنات بتعدي من جنبه. ريديك بيقلع نظارته وبيشوف كائنات طائرة مرعبة مالية السماء. الجميع بيتحبسوا جوه الحاوية وفجأة كائن منهم بيبدأ يخترق الجدار بسنه الحاد. عبد الله بيدخلهم غرفة أمان صغيرة وريديك بيكسر فتحة للغرفة اللي جنبهم، بس واحد من الركاب اسمه حسن بياخدوا الخوف ويجري فجأة فالكائن بيصطاده ويقتله فورا. جونز بيسلط الضوء على الوحش فيكتشف ان جثته بتتحرق من النور فيضرب عليه نار ويقتله. وهنا بيقعدوا يخططوا ازاي هينقلوا خلايا الطاقة الأربعة للسفينة الجديدة ويستخدموا أضواء الكشافات عشان تخوف الكائنات دي وتبعدها عنهم. الخوف بيسيطر على الكل من الخروج بس كارولين بتتجرأ وتخرج ماسكة شعلة نار والباقي بيمشوا وراها. ريديك بيبص بعينيه في الضلمة ويأكد ان الطريق أمان وفجأة بيطلع لهم وحش بس بيهرب أول ما بيشوف النار. بيدخلوا السفينة وياخدوا مصادر الطاقة ويربطوا حواليها أسلاك إضاءة وليدات نور لحمايتهم. جونز بيعصلج ويقول لكارولين انتوا كده بتدوا السفينة هدية لريديك ويسيبكم تموتوا، بس ريديك بيكون سامع كلامه ومستنيهم يخلصوا. بيبدأوا يتحركوا كلهم وهم شايلين الخلايا المحاطة بالنور والوحوش بتحوم حواليهم ومش قادرة تقرب. فجأة شعلة النار بتطفي والليدات بتفصل والصوت بيكتر حواليهم. كين بيبعد يجيب حاجة وقعت فجونز بيضرب نار وينقذه من وحش كان هياكله، بس راكب تاني اسمه إيريس بيترعب ويجري بسرعة والأسلاك ملفوفة حواليه فيفصل مولدات الطاقة عن الكل ويتسبب في إظلام المكان تماما. الوحوش بتهجم على إيريس وتقتله فورا. الباقيين بيلحقوا نفسهم ويولعوا فيها زي المولوتوف عشان ينوروا المكان. بعد شوية جونز بيكتشف إنهم بيلفوا في نفس المكان فيتهم ريديك إنه بيلف بيهم في دواير، فريديك بيرد بثبات إنه عمل كده عشان يفكر ولأن في وسطهم بنت بتنزف ولو مشيوا ريحة الدم هتجيب الوحوش عليهم. وهنا بيتفاجئ الكل إن الولد الصغير كين هي في الحقيقة بنت متخفية عشان تحمي نفسها. كارولين بتهدي البنت بس جونز بيفقد أعصابه ويهاجم كارولين ويكشف للكل إنها حاولت تضحي بيهم وتفصل كبسولاتهم وقت هبوط السفينة عشان تنقذ نفسها. كارولين بتتعصب وتهجم على جونز بس جونز بيولع شعلة ويصر على إكمال الطريق. وهم ماشيين جونز بيمشي جنب ريديك ويقترح عليه خطة خبيثة نضحي بالبنت الصغيرة ونرميها طعم للوحوش في بداية الوادي عشان نعدي. فريديك بيسأله ببرود تختار مين فيقول له اقتل البنت. فريديك بيرد احنا محتاجين طعم أكبر وفجأة بيهجم على جونز ويخطف سلاحه ويضرب نار يصحي وحوش الوادي. الكل بيبعد وريديك وجونز بيفضلوا يتخانقوا في الضلمة. ريديك بيتكسر دراعه فيرده في ثانية ويجرح جونز في ظهره بالسكينة ويسيبه في الضلمة. جونز بيقف مرعوب بيمسك السلاح فيسمع صوت ريديك بيهمس له قلت لك لازم تقتلني. وفجأة وحش بيطلع على جونز ويقتله قدام عين ريديك. ريديك بيرجع لكارولين وياخد خلايا الطاقة على ظهره ويطلب منهم يحموا البنت في النص ويتحركوا وراه فورا. ريديك بيمشي وراهم وهو شايل خلايا الطاقة وسرب ضخم من الكائنات بيطير في السماء وبيدبحوا في بعض فدمهم بينزل عليهم زي المطر. وفجأة كائن بيمسك واحد منهم من رجليه فبيلحقوها بالنار. البنت الصغيرة بتهجم عليها كائن مرعب وهي مستخبية تحت هيكل عظمي فكارولين بتحاول تسلط الضوء عليه بس الوحش مكمل. فريديك بيرجع ويمسك الوحش بإيده وبيطعنه بالسكينة ويشرحه حرفيا عشان ينقذ البنت. بيكملوا طريقهم والدنيا بتبدأ تمطر عليهم فالمطر بيطفي آخر شعلة نار معاهم. وفجأة كائن بيسحب واحد اسمه سليمان لفوق قدام عينيهم. ريديك بيلمح فتحة كهف في الجبل فيزق صخرة كبيرة ويطلب من كارولين والبنت يستخبوا جوه بسرعة ويقفل عليهم الفتحة بالصخرة لحمايتهم وياخد هو مصادر الطاقة ويتحرك بيها لوحده للمحطة. البنت بتقول انه اكيد سابهم وهرب. وفي الكهف بتطفي آخر شعلة وبتسود الدنيا بس فجأة السقف بينور بحشرات غريبة مضيئة. في الوقت ده ريديك بيوصل المحطة وبيوصل خلايا الطاقة بالسفينة وبتشتغل المحركات. كارولين بتملأ ازازة بالحشرات المضيئة كشعلة نور وتخرج لوحدها وتروح لريديك بالسفينة. بتلاقيه بيستعد يطير ويهرب فريديك بيفك الباب ويقولها انه معجب بشجاعتها ويعرض عليها تركب معاه ويسيبوا الباقيين لمصيرهم. كارولين بتنزل على ركبتها وترجاه يساعدهم بس ريديك بيمسك فيها
فكارولين بتغفله وتهجم عليه وتوقعه في الارض وتصرخ: انا قائدة السفينة دي ومش هسيب حد هنا. ريدك بيشقلبها ويحط السكينة على رقبتها ويسألها: انت مستعدة تموتي عشانهم؟ فتقول له بجرأة: ايوه مستعدة. فريدك بيخلع نظارته ويسيبها ويروحوا سوا يخربوا البنت وعبد الله من الكهف. وهما بيجروا باقصى سرعة ناحية السفينة، ريدك بيفضل في الظهر عشان يحميهم. ريدك بيقف في المنطقة العمياء لوحش ويهرب منه، بس بيطلع له وحش تاني وينزف شديد. كارولين بتوصل السفينة، ولما تسمع صوت الوحوش بترجع تجري تنقذ ريدك وتلاقيه ينزف، فبتسنده وتتحرك بيه. بس فجأة وحش بيطعن كارولين في ظهرها ويشدها وياخدها بعيد. ريدك بيزعل عليها جدا ويقولها: انت قلتي هتموتي عشانهم مش عشاني انا. ريدك بيوصل للسفينة ويطفي المحركات فجأة ويستنى الوحوش تتلم وتتجمع كلها حوالين السفينة، واول ما يتملى المكان بيشغل محركات الدفع اللي بتولع في كل الكائنات وبتحرقهم بالنار. السفينة بتطير في الفضاء وتخرج بره الكوكب، والطفلة بتسأله: لما نرجع هنقول لهم ايه؟ فريدك بيرد: قول لهم ان ريدك مات على الكوكب ده. وبكده ينتهي ملخصنا، وما تنساش تضغط لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.